صباح الخير. احنا يا جماعه بنحب القصه اللي تكون مريحه بالنسبه لنا واللي تميك سنس بالنسبه لنا. هقول لكم ليه بقول الموضوع ده، لان كل ما تقعد تتكلم مع الناس اكتر، وخصوصا الناس اللي في بينك وبينهم حاجه كومن، يعني مثلا انتوا الاتنين كلتوا اكله مع بعض مثلا، يعني انت وزميلك في الشغل، انت وحد من اهلك، ايا كان، كل واحد بيترجم الموضوع. نفس الاكله، ممكن نفس الطبق كمان اللي انتوا كلتوا منه ونفس الميل، كل واحد بيترجم الموضوع للحاجه اللي تكون مريحه بالنسبه له، والسيناريو اللي هو عايز يقراه، والسيناريو اللي شايفه ان هو احسن بالنسبه له واوقع بالنسبه له، وكل واحد بقى ودماغه. يعني ايه؟ مثلا ممكن واحد يكون هو دلوقتي في مرحله ان هو بيحب نوع اكل معين، فيبتدي ان هو نوع الاكل ده يبتدي يبص له على تفسيرات ان الاكل ده احسن حاجه في الدنيا. يقول لك يا معلم ده فيري فيري لو شوجر انتيك، والاكل ده فيه بروتين عالي جدا. في حين ان ممكن واحد يكون بياكل نفس الاكله معاه ويكون هو عنده اوبجكتيفز تانية، او عنده روايه تانية، او عنده سيناريو تاني، يقول لك يا معلم الاكله دي اكتر حاجه ممكن تدمر لي صحتي في الفتره الحاليه. يعني ليه بقول الكلام ده؟ عشان يا جماعه احنا مخلوقات باي نيتشر سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ يعني ان احنا بنفسر الامور اكوردنج لاور بايسز. كل واحد بينظر للامور من وجهه نظره، ومفيش حاجه اسمها ان انسان 100% بايس فري. ده مش موجود في الدنيا يا جماعه. انا وانا بتكلم معاكم دلوقتي عندي بايسز معينه، واللي بيسمع عنده بايسز معينه. طب الهري ده كله ممكن يكون مفيد في ايه؟ ممكن يكون مفيد لو انت بتتكلم مع الناس ما تطلبش من الناس، او بلاش ما تطلبش، ما تتوقعش من الناس الانصاف. هو ما عندوش قدره على الانصاف اصلا. عارف انت ساعات يعني في بوستس كده على الفيسبوك زمان يقول لك استقيموا يرحمكم الله وقليلا من الانصاف. هو ما فيش انصاف، ما ينفعش حد يكون منصف، لان لو احنا المخلوقات منصفه محدش هيتبنى وجهه نظر. تخيل كده ان انا وانت قاعدين بنتكلم مع بعض في موضوع، والموضوع ده احنا الاثنين عندنا وجهات نظر مختلفه، خلينا نقول عكس بعض، وجهات نظر عكس بعض. انت بتقول شرق وانا بقول غرب، بس احنا الاثنين عندنا قدره على الانصاف، قدره 100%، ما عندناش بايسز. طب ما انت لو جيت قلت لي على فكره انت الشرق بتاعك ده غلط والغرب هو اللي صح، لو انا انسان ما عنديش بايسز اقول لك اه يا باشا تمام، وانا اقول لك نفس الكلام تقول لي اه تمام. ففي الاخر مش هيبقى في اختلاف ما بين البني ادمين، والاختلاف ما بين البني ادمين هو سنه في كون ربنا. ربنا في اخر سوره هود بيقول ايه؟ ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، الا من رحم ربك. بص التعقيب اللي بعد كده ايه؟ ولذلك خلقهم. خلقهم عشان ايه؟ الايه دي خلقهم عشان ايه؟ خلقهم عشان يختلفوا؟ لا، خلقهم عشان الاختلاف ده هو اللي يحصل بيه التمايز، وهو اللي يحصل بيه الامتحان، وهو اللي يحصل بيه الابتلاء. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففكره ان احنا نطلب من الناس او نتوقع من الناس الجاستس والانصاف، ده مش موجود في الدنيا باي ديزاين. فانت بقى اقعد بقى ايه، هو ليه الناس عامله كده وازاي يا باشا؟ اقعد بقى ضيع وقتك وضيع مجهودك وخليك محبط. هو ده مش هيحصل. الحل الوحيد ايه؟ الحل الوحيد ان انت تفهم ان الناس مختلفه، والناس عندها وجهات نظر مختلفه، وهيفضلوا مختلفين. انت تعمل بقى اللي انت شايفه صح، وتخليك فلكسبل ان انت ممكن تغير وجهه نظرك وتسمع. لكن ان انت تتوقع من الناس ان هم يكونوا كلهم على شاكلتك، انسى، مش هيحصل. وهو هياكل الاكله يبص ان هي بروتين، وانت هتاكل الاكله تشوف ان هي زي الطين. صباح الخير.